كواحد زملكاوي ما ينفعش اتكلم غير ان اللي حصل امبارح كان قله ضمير. امبارح الزمالك بيخسر من انبي بهدفين مقابل لا شيء في سباق الدوري المصري الممتاز، واللي المقرر المفروض ان هو كان بيسابق عشان خاطر يحافظ على اللقب، ولكن خلاص ما بقاش في لقب ولا في مسابقه ولا في اي حاجه. انت بتتمنى بس ان انت توصل لنهايه الموسم للمركز الثاني او الثالث على اقل تقدير، لان حاليا الزمالك لعب 20 مباراه ب 33 نقطه وفي المركز الخامس. الزمالك امبارح ولاعيبته ما قدموش اي مباراه. اللي مش عارف للمره ال600 اللي انا بقول فيها ازاي تكون مغلوب نتيجه هدف مقابل لا شيء وتسحب المهاجم بتاعك وتنزل كل اللعيبه اللي انت بتنزلها كلها بتلعب وينج وينجات، ومثلا مش مهاجم صريح وانت عندك مهاجم صريح بره اللي هو سامسون اكنولا، ولكن ما اعرفش ان اللعيب ده عامل فيك ايه. يعني اللعيب ده موصل فكره عنه ازاي ان هو مثلا ما بيقدرش يلعب او ما بيعرفش يلعب. ايه الفكره ان انت حتى الان مخليه قاعد بره من غير اي ما يلمس كوره في النادي الزمالك، وليكن ان احنا جايبينه بس عشان خاطر نصرف عليه ونديله فلوس مش اكتر ولا اقل. جسمه زايد، الولد لعب على نفسه الفتره اللي فاتت وبدا ينزل جيم غير تدريبات نادي الزمالك كمان، لا يعني ينزل بره برنامج تاهيلي عامله لنفسه عشان خاطر يقدر يخس، وبالفعل اللعيب خس. فالمفروض ان انت تبدا تديله فرصه، تديله دقائق في المباراه، ممكن تطلع ظلمه. في اقاويل كتير سمعناها امبارح وفي الفتره اللي فاتت ان لعيبه الزمالك بتروح النادي عشان خاطر المفروض تتدرب. انا مش هقدر اقول اكتر من كده، اقسم بالله. يعني انا وصلتني معلومه ان اللعيبه المفروض بتروح الملعب عشان خاطر تتدرب مش عشان خاطر حاجات تانية. هل اللي بيحصل بقى ده اسمه تدريب ولا جري في الملعب؟ ولا فين التكتيك اللي بيحصل؟ فين الفنيات اللي بتحصل؟ قتلت خطة لعبك اللي انت كسبت بيها الموسم اللي فات الدوري والكاس وبدأت تتفزلك وتطلع خطة جديدة وسبحان الله مش نافع معاك. ارجع بقى لقديمك. لا، انا بعاند وبكمل. المفروض ان امبارح مباراة الزمالك وانبي كانت مباراة المفروض ان هي بتعدك نفسيا وبدنيا عشان خاطر مباراة بوليسداد اللي هي يوم الجمعة الجاية اللي هي حاسمة في تاريخ او في بطولة افريقيا لنادي الزمالك في الموسم ده، اللي هي المفروض انت تكسبها عشان خاطر تقدر ترجع هنا تلعب ماتش المريخ السوداني تقدر تكسب علشان خاطر تصعد لدور الثمانية. ولكن اللي احنا بنشوفه ده مع نادي الزمالك مش طبيعي، اقسم بالله فعلا مش طبيعي. المدرب اللي بيمشي على سطر ويسيب سطر انا ما بسموش مدرب، انا بسميه يعني روح امسك فريق بينافس على الهبوط او فريق منتصف الجدول، مش فريق المفروض ان هو بينافس لبطوله الدوري المصري الممتاز. مع اول رحيل فيريرا لما مرتضى منصور اعلن رحيله كان المفروض فيريرا ما يرجعش تاني، ولكن رجع ليه؟ هي دي الفكره. هل شرط الجزائي؟ خد شرط الجزائي بتاعك وامشي يا عم، امشي وارفع علينا قضيه. انت وصلت لجمهور نادي الزمالك ان انت عاوز ان احنا بنقول لك امشي وارفع علينا قضيه واحنا بنحلها بعد كده، بس اهم حاجه ان انت تسيب الفريق وامشي. حرام اقسم بالله ان انت تقعد لماتش بوليسداد الجاي، اقسم بالله حرام في نادي الزمالك. ربنا يسترها ان شاء الله باذن الرحمن نعدي ماتش بوليسداد الجاي باي نتيجه. المفروض ان احنا نكسب، ولكن مش فاهم ان احنا هنكسب ازاي مع شويه لعيبه المفروض ان هي تدي اللي عليها، ما بيحصلش لنا الله. وربنا يسترها ان شاء الله باذن الله الرحمن يوم الجمعه القادم. سلام.